24 فبراير 2024 هتحل الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، وهيكون عدى 140 يوم على الحرب الصهيونية الغاشمة على أهالينا في غزة. حروب عسكرية مستمرة واللي بيدفع ثمنها الشعوب، وبتحصي أعداد بالمئات من القتلى والشهداء. والسؤال هنا بقى، هو مين الكسبان في الحرب دي؟ يعني نقدر نقول السؤال بشكل مباشر، هل روسيا اللي كسبت ولا الغرب؟ كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم، وتعالى نتكلم عن العالم بعد عامين من الحرب. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. 5 فبراير 2024 دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي قالوا إن المفوضية الأوروبية مش هتضيف أي حظر جديد على الواردات في الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا، واللي بالمناسبة هتكون الحزمة رقم 13 في تاريخ العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، واللي بالمناسبة برضه الذكرى السنوية الثانية لاشتعال الحرب بين الروس والأوكران. الفكرة المرة دي إن بعض دول الاتحاد الأوروبي اقترحت حظر صادرات روسية جديدة زي الألومنيوم، وده بعد ما بالفعل حظروا النفط المنقول بحريا والألماس الروسي كمان. إلا إن المفوضية من الواضح إنها مقلقة المرة دي ومش عايزة تحظر الشركات الكبيرة، يعني من الآخر عايزة تتجنب حظر السلع اللي هي نفسها بتستخدمها زي الوقود النووي والغاز المسال. وده يودينا لتأثير العقوبات دي على روسيا. هل هي فعلا مؤثرة؟ هقول لك لا، لأن ببساطة الاقتصاد الروسي أعلن في نوفمبر اللي فات ده إنه حقق نمو 5.5% في الربع السنوي الثالث، في وقت فيه عقوبات زي تجميد أصول البنك المركزي الروسي وفرض حظر تعامل اقتصادي مع الروس وحظر النفط الروسي وتعهد بإنهاء الاعتماد على صادرات روسيا من الغاز سنة 2030 وفرض حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي ل$60 بس، وحاجات تانية كتير. لكن كل ده واجهته روسيا بتوسيع العلاقات التجارية خصوصا مع الصين والهند، وفي دول آسيا قدرت تلاقي سوق جديد لمنتجاتها، وعليه فروسيا قدرت تحقق نمو أكتر من الدول اللي فرضت عليها الحظر أساسا. وده يودينا لتساؤل لابد منه في سنة 2024، مين اللي كسبان الحرب، الروس ولا الغرب؟ في أرض المعركة روسيا حاليا تسيطر على 18% من مساحة أوكرانيا، مسيطرة سيطرة حرفية على الأرض، وده مش كلامي على فكرة، ده كلام BBC. أوكرانيا بالتعاون مع دول الغرب قدرت إنها تعمل هجوم الربيع، لكنه باعتراف فلوديمير زيلينسكي نفسه ما حققش أي نجاح على أرض الواقع. ومؤخرا جت أحداث الحرب على غزة عشان تسحب البساط من تحت رجلين الرئيس الأوكراني، ولسه روسيا قادرة انها تفرض سيادتها على الدول الداعمة للأوكران. على سبيل المثال يوم الثلاث اللي فات 6 فبراير 2024 روسيا فرضت عقوبات على واردات الموز الإكوادورية، وتجارة الموز بتشكل 20% من عائدات صادرات الإكوادور، والحجة هنا ان الموز في آفة ضارة، لكن الحقيقة هي عقوبات روسية بسبب إعلان الإكوادور تبادل أسلحة قديمة روسية الصنع مع أوكرانيا ضمن خطة مقايضة كده للخردة المعدنية مع الولايات المتحدة مقابل معدات عسكرية جديدة بقيمة 200 مليون دولار. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام US نيوز. الفكرة هنا هي ضرب اقتصاد كل من يتعاون مع العدو من وجهة نظر روسية بحتة. يعني الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا لما أعلن في يناير عن صفقة بيع الخردة المعدنية دي، هو كده خرق العقد اللي بين الإكوادور والروس اللي بينص على إنه لا يمكن للإكوادور بيع المعدات لأطراف ثالثة دون موافقة روسيا، فكان لابد من عقاب. ومعروفة إن الدولة اللي بتعاقب هي دولة لها قدرة وسيادة على العقاب، ومن ضمن الأمثلة على القدرة والسيادة موسكو طلبت عقد جلسة في الأمم المتحدة من كام يوم، وبالتحديد الاثنين 4 فبراير 2024 بخصوص الضربات الأمريكية لأهداف الحوثيين في الشرق الأوسط، خصوصا ضربات يوم الجمعة اللي فاتت الموجهة لعشرات الأهداف المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والفصائل المتحالفة معاه. الجلسة دي طلع المندوب الروسي الدائم للأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن صراحة كده بأنه بيستخدم الضربات دي لتحسين صورته في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مش كرد على مقتل جنود أمريكيين في الأردن. وقال صراحة إن الضربات دي غير قانونية وملهاش مبرر، مجرد استعراض عضلات هدفها توسيع نطاق الصراع في المنطقة لاحتواء الصراع في غزة وتخفيف حدته. وده طبعا اللي نفاه روبرت وود نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، وقال إن أمريكا نفذت الضربات دي بموجب المادة 51 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة اللي بينص على الحق الفردي أو الجماعي للدول في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم مسلح.
طب ده بالنسبة لروسيا. أوكرانيا إيه الكلام؟ يوم الأحد اللي فات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع الإذاعة الإيطالية راي لمح إنه عايز يقيل قائد الجيش فاليري زالوجني، والسبب هو خلاف حوالين الأداء في الحرب، وقال إنه عايز يستبدل عدد من قادة الدولة مش قائد الجيش وبس. وزالوجني يعتبر قائد ليه شعبية كبيرة في أوكرانيا بسبب إشرافه على عمليات صد تقدم القوات الروسية ناحية العاصمة كييف في بداية الحرب، الأمر اللي ممكن يقلب المجتمع الأوكراني على الرئيس وشعبيته. لو جينا نبص على أوكرانيا هنلاقي إنها دولة معتمدة حاليا على حزمة من المساعدات، آخرهم التشريع المكمل للأمن القومي الأمريكي اللي أعلن عنه مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد اللي فات، اللي قايم على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، منها 60 مليار دولار مساعدات مخصصة لدعم أوكرانيا، واللي بالمناسبة لسه أعضاء مجلس الشيوخ اللي بيهيمن عليهم الديمقراطيون ما اتفقوش عليه بالأغلبية، لأن أي قانون هناك لازم ياخد تأييد 60 عضو على الأقل. وخليك فاكر ان قضية تمويل اوكرانيا استخدمها مجلس الشيوخ كذريعة للتفاوض على مكافحة الهجرة غير الشرعية وانفصال تكساس اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. باختصار دولة قايمة على المساعدات وبتعد خسائرها إذا كانت أراضي أو خسائر اقتصادية، لكن في المقابل روسيا بتنمو اقتصاديا. هتقول لي ازاي يا سلامة؟ هقول لك ما أنا لسه قايل لك في أول الحلقة، بس خليني أكد تاني وأقول لك. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 14 ديسمبر 2023 أعلن في مؤتمر صحفي النتائج اللي حققها الاقتصاد سنة 2023، وقال إن الصناعة نمت بنسبة 6% والاستثمار ب10%، وانخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار ل 32 مليار دولار. يعني روسيا قدرت إنها تستخدم العقوبات الأوروبية كحافز لتحقيق نمو اقتصادي وفتح أسواق جديدة زي الصين والهند وتركيا والبرازيل، اللي السنة اللي فاتت بس بقوا أكبر مستوردين لوقود الديزل وزيت الغاز الروسي المنقول بحريا، بعد ما كانت أوروبا هي أكبر المستوردين قبل الحرب. نيجي بقى للتجارة الأهم وهي تجارة السلاح. يوم الجمعة خلال منتدى كل شيء من أجل النصر في موسكو، فلاديمير بوتين طلع وقال إن عندنا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل بنسبة 95%، بيبلغ تحديث مكونها البحري 100%، الأمر اللي فسره المحللين بأنه تلويح بالسلاح النووي، تهديد يعني كورقة ردع أو رسالة للغرب. وده لأن الصادرات الأمريكية في تجارة السلاح زادت السنة اللي فاتت بس بأكتر من 50% بسبب حرب الروس والحرب على غزة كمان، بمبيعات أكتر من 81 مليار دولار. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام صحيفة بوليتيكو، وده اللي خلى ميرا ريسنيك مديرة المكتب الإقليمي لنقل الأسلحة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تقول إن زيادة المبيعات دليل على إن صناعة الدفاع الروسية بتفشل وهتستمر في الفشل. خليني أقول لك إن تجارة السلاح في النهاية هي تجارة لكنها قايمة على الدم. أنت عندك سلاح عبارة عن سلاح بيموت، فعشان تسوق له كويس لازم تجربه، وعشان تجربه لازم ساحة حرب، ومفيش أحسن من ساحة الحرب الروسية الأوكرانية عشان تجرب سلاحك. لكن مؤخرا بقى في ساحة جديدة للأسف هنا في الشرق الأوسط، وهي ساحة العدوان على غزة. الخارجية الروسية استدعت السفيرة الصهيونية سيمون هالبرين بسبب تصريحاتها في صحيفة كوميرسانت الروسية، وقالت إن روسيا بتقلل من أهمية الهولوكوست واللي بتعد أكبر إبادة جماعية في التاريخ، وإن الشعب اليهودي هو بس اللي اتعرض لده. بتشير يعني لأن روسيا بتتهم الصهاينة بالإبادة الجماعية ونست اللي عملته، وبتشير برضه لأنها بتدعم حماس. لكن اللي الصهاينة ناسيينه إنهم استخدموا غزة نفسها ساحة لتجربة السلاح والتسويق ليه. وخلينا نرجع بالذاكرة ورا شوية ليوم 29 سبتمبر 23، يعني قبل طوفان الأقصى بكام يوم بس. ألمانيا وقعت مع الصهاينة اتفاق لشراء منظومة الصواريخ آرو 3 المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. الاتفاق ده كان وقتها تاريخي. ليه؟ لسببين. السبب الأول هو إن الصهاينة كانوا متفوقين في مجال التكنولوجيا بتاعت الأسلحة، والسبب التاني هو الخوف من اجتياح الروس للأراضي الألمانية في حال تطور الصراع أكتر من كده. وبما إن شراء السلاح قايم على السمعة، فطوفان الأقصى هربت سمعة السلاح الصهيوني، وبقت المنظومات الدفاعية اللي متكلفة مليارات بيجي صاروخ قسام ب$50 يخترقها عادي جدا. يعني في الوقت ما بين 2018 ل 2022 الصهاينة كانوا المركز العاشر في قائمة أكبر مصدري الأسلحة في العالم بنسبة 2.3% من إجمالي مبيعات الأسلحة
عالميا. لكن فجأة وبعد طوفان الأقصى المنظومة الدفاعية بتنهار، وكان أول التداعيات دي إن كوريا الجنوبية رجعت مدى فاعلية نظام المراقبة والحماية اللي كانت اشترته من الصهاينة لرصد المنطقة العازلة مع كوريا الشمالية، وباقي الدول بدأت تراجع عقودها مع الصهاينة كمان. وعليه كان لازم يختبروا الأسلحة من جديد، ولكن على أرواح آلاف الأبرياء لتسويقها. للأسف يا صديقي، ومعلومة كده على المشي واحنا معديين، في الكيان الصهيوني لوحده 600 شركة لإنتاج الأسلحة بيشتغل فيها 45 ألف شخص بمتوسط مبيعات سنويا 10 مليار دولار. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام معهد الدراسات القومي الصهيوني في 2020. وده مش كلام في الهوا كده. شركة سمارت شوتر الصهيونية نشرت في 22 ديسمبر 2023 صورة تسويقية لأسلحتها على الفيسبوك فيها جنود صهاينة رافعين السلاح من نوع سماش 3000 في قطاع غزة، وكتبت إن السلاح ده بقى مستخدم من وحدة مجان، والشركة دي بتبيع سلاحها ل 11 دولة منها أمريكا وألمانيا والهند. ومش بس كده، الصهاينة بيستخدموا أسلحة جديدة من باب التجربة والتسويق، زي سلاح اللدغة الحديدية اللي هو قذيفة هاون بالليزر وجي بي اس قادرة انها تخترق الخرسانة المسلحة، واعلنوا عن استخدامه عن طريق الشركة المنتجة اللي هي البت سيستم. وبرضه عرضوا مقاطع فيديو ترويجية للسلاح استخدموه في قطاع غزة، يعني بيجربوا السلاح برضه. الخلاصة يا صديقي ان الحروب ما فيهاش مكسب وخسارة، الكل خسران سواء في الارواح او الاراضي او السياسة. اما في حرب روسيا واوكرانيا فالاتنين خسرانين، لكن نقدر نقول ان الحرب هتفضل مستمرة بعد فشل العملية الشتوية الاوكرانية، والنتيجة بتعتمد دلوقتي على القرارات السياسية. اما في حرب الشرق الاوسط فالوضع يبقى على ما هو عليه. الصهاينة خسروا في البداية، بس مع كامل الاسف والاسى رجعوا القطاع 50 سنة ورا. على الأرض صاحب التفوق العسكري هو الكسبان، لكن تخبط القادة والدعم الغربي وتقلبات الآراء كل يوم بتقول عكس ده، والنهاية لحد اللحظة دي غير محسومة. فاتورة هتدفعها الشعوب اللي زينا اللي مش طرف في الحروب دي من الأساس. تشرفتوا متابعتكم، أشوفكم بخير.